تفتكر مين اكتر لاعيبه خط وسط ساهمت باهداف في الكلاسيكو بتاع الدوري؟ هقول لك انا. المركز الرابع المعلم كروس مساهم ب3 اهداف. المركز الثالث والمركز الثاني ايفان راكيتيتش واندريس انيستا، كل واحد مساهم ب4 اهداف. مين المركز الاولاني بقى؟ المركز الاولاني جود بلينجهام مساهم ب5 اهداف. انت متخيل بس الناس اللي في القايمه ديت لعبت كام ماتش كلاسيكو في الدوري اكتر من جود بلينجهام؟ طب انت متخيل كام لاعب خط وسط اسطوري لعب الكلاسيكو ده في الدوري اكتر من جود بلينجهام وما حققوش الارقام اللي الواد ده حققها لغايه دلوقتي؟ وما تنساش ان بيلينجهام 22 سنه. فلما المدريديه تكون فرحانه بجود بلينجهام من حقهم ان هم يفرحوا بيه، ومن حق ان انا افرح بيه. وبالله عليكم الناس اللي بتقارن جود بلينجهام ببدري، المقارنه ديت ما تنفعش من اساس اصلا يا جدعان. يعني بدري ده مركز في خط الوسط وجود بلينجهام مركز في خط الوسط، وانا المقارنه هتفيدني بايه؟ انا واحد من الناس بحب بدري جدا، هو احنا لازم نطلع واحد احسن من الثاني؟ يعني المعلم بدري له ستايل في لعبه وبلينجهام له ستايل في لعبه، بس جود بلينجهام لاعب كبير قوي عندنا وليه مكانته وليه مكانه، زي ما بدري لاعب كبير قوي في برشلونه وليه مكانته وليه مكانه. بدري عندكم ما يتعوضش وبيلينجهام عندنا ما يتعوضش، زي ما انتم شايفين اللعيبه اللي موجوده في خط الوسط في العالم كله وفي كره القدم عموما. فسيبونا من جو المقارنات ده وخلينا نستمتع باللعبه احسن.